اللي حصل النهارده ده معرفش حصل ازاي، اكتر حاجه ندمت عليها في حياتي. اللي هتشوفه دلوقتي معرفش هتقدر تستحمله ولا لا. انا ما كنتش متخيل ان ممكن ده يحصل، بس خلاص الوقت عدى وفات. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ فيديو جديد، رياكت جديد. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وتعالوا نروح في جوله السوشيال ميدياويه، مش عارف اقول عليها ايه بصراحه، بس يلا بينا. ايه ده؟ هو مين ده؟ مين ده ولا مين دي ولا هو ايه ده؟ ايه ده؟ إيه اللي انا شفته ده؟ هي دي لحمة ولا مخ بني آدم ده؟ شكلها بداية مش عاطفية خالص وبطني بدأت تقلب، ربنا يستر. بنقول لكم ايه؟ صفحة الفيسبوك بتاعتي هيخشوا اعملوا لي متابعة عليها بسرعة. هو انت في حد بيتابعك اصلا؟ هو مين اللي هيتفرج عليك اساسا؟ بعدين انت بتعملي ايه للحمة اللي انت ماسكاها دي؟ بتطبخيها بالمكوى؟ دي شوبية وده عرجسوس، هنشرب الشوبية الأول وبعد كده العرجسوس. بصي، العرق سوس اعملي فيه اللي انت عايزاه، لكن الصوبيا بعد اذنك انا بحبها فبعيدي عنها يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في كده؟ حرام عليك، سيبيها في حالها، حرام عليك سيبيها، دي سمكة بريئة ملهاش ذنب في اللي انت بتعمليه ده. لا 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 لا. مش جاية هي حكاية هنتسحر بيها. اسمها ايه لا مؤاخذة؟ آه. يا لهوي على القرف. ده دم غزال كنت بنجيبه نحطه في كعوبي عشان تحمر. كعوب ايه اللي انت انت بتعملي ايه ولا انت بتقولي ايه ولا انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتعمليه ده انت. لا، والمصيبة ان في ناس بتتفرج عليها، يعني كارثة ان عندها متابعين كتير، يعني انت متخيل يعني ايه ده؟ نعمل فايل اللحمة كلها وانتوا عارفين ان العدس بجيبها هو اللحم. العز بجيبي هو اللحمي يا حلولة، يا حلولة. ملاقيش عندك براس مقلية؟ يعني برص كده مقلي كده يبقى طعمه جامد جدا مع شوية صراصير مسلوقة بقى، يعني وجبة فشيخة بصراحة. ومستغربين من الصينيين بياكلوا خفافيش صح؟ احنا بعون الله عندنا اللي مش عند اي حد. شوية سلطة بيتي. يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام على القرف. غني لي في النتانة، غني لي. البصلاية المصننة دي بتبقى أحلى من البصلاية الطازة. بصلايه مصننة؟ جبنا ريحتها شربات، جاتك العاية اللي حطتها لي. هو اللي انا بشوفه ده حقيقي ولا انا بحلم ولا ايه بالظبط؟ دي كيسة خرا ودي كيسة فسح، هناكل الخرا الأول ونعطر بالفسح. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اللي انا سمعته ده اكيد انا سمعت غلط. لا، ما هو مش للدرجه دي، انا عديت اللي فات كله، مش هعدي دي. يا نهار اسود ومنيل. هو ايه اللي كده؟ ايه اللي كده؟ حرام عليك. يا سلام على القرف، يا سلام. انا طول عمري اسمع ان ايه، في حد يقول لك روح كل خرا، اول مره اشوف ان الكلام ده بيتنفذ بجد. شايفين البرطمان دي؟ المفروض إن برطمان ماشي، بس أنا بنقول لكم ده مش ماشي، ده برطمان دول. والله كويس ان انت صريحه معانا، يعني بصراحه يعني دي حاجه مش عارف اقول لك عليها ايه بصراحه، يا ريتك ما قلتي. دود متربي من السنة اللي فاتت. هو انتوا بتربوا دود عندكم؟ يا ما شاء الله. الدودة قد كده قد الخرطوم بتاع الغسان. بسم الله ما شاء الله، ما يحسد المال الا اصحابه. يا ريت معاكي بس بعد اذنك يعني طلب صغير، شوربه كده، شوربه بقى ايه، وراك نمل، شوربه ديل كحاله، ويكون عليها بقى ايه صوص بربور البحر او بربور كلب، يعني ايا كان، يعني مش بربور البحر، بربور البحر ده نضيف، بربور كلب مثلا، بربور قطه، بربور عرسه كده. بحب انا الاكل الحلو ده قوي. انتوا عارفين يا جماعه، انا لما شفت الست دي قعدت 4 ايام مش عارف اكل بجد، يعني انا بتكلم جد على فكره. بيقول لك نيره قلعت الحجاب ومعرفش مين نيره دي، وتيجي تسالني مين نيره ما اقول لك معرفش بصراحه مين. فتعالوا نشوف مين الاستاذه. محلى يعني هي دي اللي قلعت الحجاب؟ طب هو الحجاب كان فين اصلا؟ يا جمال عيونه يا ضحكته. هو تقريبا الحجاب عندها عوره، فعشان كده هي مش مبيناه، يعني هو باين منه حته قد كده، فتقريبا ده عوره يعني. اقلع حجاب. ما انت قلعاه اصلا. طرحة طارت. بجد الطرحه طارت من الفرحه من كتر البهجه. انت سوقتي سمعة الحجاب. استاذنك بس وانت بتصوري الفيديو بهاتي جنبك مناديل امسحها عشان البربور مغرق وشك. ولا ده ايه ده؟ ده بيرسنج. صح، بيرسنج بتاع الجاموسه اللي هم بيسحبوها منها دي. عارفه. الناس فاكرة ان هي لما تتكلم كده مع حد ان حد ده مش هيتأثر. ان ايوه صح، عندك حق، الناس بقت وحشه قوي اليومين دول. انا عارفة لما انزل الفيديو ده ايه اللي هيتقال. انت لما كنتش قلت ان انت قلعتي الطرحة محدش كان هياخد باله. ايوه صح فعلا، ما كانش حد هياخد باله، انا ما خدتش بالي اصلا. بحاول ابقى حد كويس.
بحاول ابقى حد كويس، الناس كلها جايه عليا وانا وحدانيه. كلامكم وحش قوي. انتوا جرحتوني في مشاعري واحاسيسي، ليه يا دنيا بترش على جرح جلونيا؟ كلامكم مؤذي واذاني نفسيا جدا. كلامكم مؤذي واذاني. بتطفوا السجاير تحت باطي يا ولاد. يعني مش عارف بصراحة اقول ايه يعني، بس هو الحجاب ده يعني هو المفروض ان هو فرض، مفروض يعني، فهو مش مجال للعب بقى ولا نقلع شوية ولا نلبس شوية ولا الكلام ده يعني. بس ربنا يهدي الناس يعني. انا ما بحبش اللبس القصير. ممكن تفهميني راجعي بقى، تفهميني زي ما تفهميني. انا عندي حته كده معينه في حته ان البنت تبقى جسمها باين. شكلك راجل وهتقرفنا معاك. انا مش شايفه ان الجمله صح يعني. ايه انا عايزك بسالك سؤال. ايه تعملي فيها عربية؟ رد على السؤال. وبعدين اصلا كلمه جسمها باين دي غريبه. في ناس ممكن تلبس حاجات انت بالنسبه لك ان جسمها باين، هي بالنسبه لها جسمها كده مش باين. يا سلام والنبي، ايه اقتنعت انا كده. لا مفيش، ما هو انا جسمك باين يبقى باين، مش باين يعني ايه ده انت بتقولي؟ يا ابني مش بقول لك انت راجل وهتتعبنا معاك يا ابني، الناس دي ما ينفعش معاها اللي انت بتقوله ده، يعني دول عايزين ناس تانية خالص، يعني دول عايزين من الاخر لا مؤاخذه. فيا ابني لم نفسك ولم الدور وروح شوف لك واحده تانية احسن تتجوزها. هنخش بقى ايه في معادلات كيميائيه ومعادلات فيزيائيه، وبالنسبه لي انا باين، بالنسبه لي انا مش باين، وده غلط وده مش عارف ايه. صدعتوا دماغنا، كفايه بقى قرف، كفايه. في ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ والنبي هي بتاكل ايه؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ هي الست دي بتعمل فينا كده ليه؟ عايز اعرف ايه ده؟ يا نهار اسود، ده اخطبوط ني. يا سيدي على المزاج، يا لهوي، لا بتاكل بمزاج عالي. ايه ده؟ ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ انا شكلي هخلص الفيديو ده على المستشفى على طول من اللي بيحصل. اوعوا ترموا قشر البيض مفيد قوي وخساره. مفيد لايه بالظبط؟ شايفين خالتكم ام ابراهيم حشيته ورز مفلفل وزي الزبده اهو. حشيتي ايه؟ تعصيه في الشوربه كده وتاكل. كفايه قرف بقى، كفايه. انت في ايه؟ كفايه بقى. مش قادر اتكلم خلاص. انت بتعملي ايه ده يعني؟ اللي انا سمعته ده تأثير البيض في وقتها، اللي هو ايه السرعه دي، اللي هو اكل ارزع على طول. في ايه؟ انا عارف ان انا هيجيلي كومنتات بعد الفيديو ده ان احنا كلنا رحنا المستشفى بسببك، انا عارف، بس انا اسف على اللي انا عملته فيكم النهارده، فعلا دي غلطه وندمان عليها. اول مره اشوفك بتعملي حاجه عدله، يعني هي كيكه شكلها حلو بصراحه، بس انا حاسس ان الكيكه دي وراها حاجه تانية، يعني ما ناخدش بالمظاهر برضو. طب كويس، انا شفت لك حاجه عدله بتعمليها، بس انا برضو مش مرتاح للكيكه دي، اكيد جواها خنافس، جواها عقارب، جواها عرس مسلوقه مشويه على الفحم، انا عارف دماغك كويس قوي. اخر مره هعمل فيديو عنك. ولو انت وصلت لحد هنا احب اقول لك شكرا جدا، وافكرك انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا كلها اللي جايه. وفي موضوع بسيط جدا عايز اتكلم عنه، مش هياخد يعني دقيقه، بس هو موضوع مهم. من فتره، من 3 أسابيع تقريبا، انا نزلت بوست ان انا كان عندي حاله وفاه، الحمد لله يعني ايام عدت على خير، يعني كان موقف صعب. فانا نزلت البوست ده لسبب، لان انا قعدت الفتره اللي فاتت ما نزلش اي فيديوهات، فعشان الناس تعرف سبب الاختفاء ايه، وكان يعني الهدف منه هو التعريف بس للناس وتقديرا ليهم، عشان ما بقاش ان انا ايه ما بنزلش فيديوهات كده وخلاص، يعني من غير ما انا اهتم بالناس اللي عندي. ففي شخص ما كتب كومنت هظهره دلوقتي قدامكم. الكومنت ده استفزني جدا، لان انا حسيت كده ان هو افتكر ان انا بعمل كده عشان فيو، او بعمل كده عشان لايكات وكومنتات كتير والحاجات دي كلها. انا ما كنتش مستني حاجه من حد غير ان هو بس يدعي للمتوفي بالرحمه بينه وبين نفسه، مش لازم ان هو يكتب لي ان هو بيدعي، مش ان انا بعمل كده عشان كومنتات ولايكات. طبعا عايز كومنتات ولايكات والكلام ده ومشاهدات، بس الفيديوهات اللي انا بعملها في حاجات اللي هي الطبيعيه، لكن مش في الظروف الصعبه ولا الظروف اللي هي فيها مشاكل. اكيد انا مش عايز كده، والشخص اللي كتب الكومنت ده انا ما يشرفنيش انك تتفرج عليا. وشكرا لكل الناس المحترمه اللي بتتابعني، واشوفكم في فيديو جاي. واقول لكم على حاجه، كان يوم اسود يوم ما عرفتكم. سلام.